بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم 4 شهر 4 2019 كنت تواجد في طريق أيت ميكيرت مدخل دوار إمزوارن باش إن شاء الله بالصوت والصورة نزيدوا المزيد من الأدلة والبراهين يعني على الطريق اللي كنغوتوا عليها وكنشكيو عليها وكنكتبوا عليها وكنبلغوا عليها يعني المسؤولين يعني بالشكايات، وعن طريق الإعلام كنبلغوا الرأي العام، كنبلغوا جميع الجهات يعني باش يداركوا هذا المشكل يعني قبل ما توقع فيه شي حاجه. ها انتم تشوفوا باذن الله تبارك وتعالى يعني العشوائيه اللي كنتكلموا عليها وتبذير المال العام اللي كنتكلموا عليه والعشوائيه في العمل اللي كنتكلموا عليه بالصوت والصوره. ها هي الشعبه، ها هي الطريق. حنا كنطالبوا هاد الناس علاش ما داروا الخراجات اللي كتخرج الماء باش الطريق الى تصوبات ما تفسدش، ما باغيينش يسمعونا. والتراب الابيض اللي كنغوتوا عليه بغينا الجميع يشوف يعني هذه الكميه ديال المياه اللي ملي كتوصل للتراب الابيض كيفاش الحاله كتكون. كيولي البورباج بكثره، كيولي الغيس بكثره، كيولي المشكل بكثره. وكاينه السياره يعني واحله في وسط السيلت يعني مبوربيه يعني في وسط السيلت وسمح فيها مولاها مشى لشي جهه اخرى، لان السياره من السياره هابطه من نوع ديال الغولف صغيره يعني ما قداتش يعني تقاوم المشكل ديال البورباج. ها هو الصلصال الابيض اللي كنغوتوا عليه. ها هي السياره فين وقفات ما قداتش يعني تدخل لهذا المكان. بغينا كل شيء يشاهد هذا الفيديو ويبارطاجيه للغير باش يكون مساهم في انكار المنكر واحقاق الحق يعني في هذه البلاصه. حنا ما كننشروش الشائعات ولا الاضاليل ولا الاكاذيب، يعني كنزيدوا وكنقصوا يعني على المسؤولين على هذا العمل العبثي. يعني كنتكلموا بالادله والبراهين وكنستنكروا بقوه كممثل المجتمع المدني هذه العمليه اللي كتجري في البلاد ديالنا بهذا الشكل الفظيع. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق جميع من يشاهد هذا المشهد باش يبلغ ويكون مساهم في تغيير هذا الظلم وهذا المنكر على سكان جماعة تفني قيادة مني في دائرة ولتنا عملة الزلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.